السلام عليكم. هنعمل مع بعض النهاردة الكبدة بطريقة مختلفة وتتبيلة ما شفتيش زيها، وهتنفع تعمليها كمان للكبدة البلدي والمستوردة وكمان الكبد والجوانص. بس يا ريت كده لو أول مرة تشوفيني وتفتح القناة تكملي معايا الفيديو للآخر. الكبدة بتاعتي أنا غسلها قبل ما أقطعها، معايا حتة من القلب وحتة كده من الكلاوي ومعايا حتة من الدهن. التتبيلة بتاعتي عبارة عن نص معلقة من الكزبرة، نص معلقة من الكمون، نص معلقة من الشطة الحامية. عليهم طبعا انا فرمه قرنين فلفل من الفلفل الاحمر سبايسي، ونزلت عليهم ب4 معالق من الخل وعصير ليمونتين. هنضيفوا 5 أو 6 فصوص من الثوم. دول طبعا هتحطيهم اول حاجه كده في الكبده بتاعتي. انزلي الزيت، وطبعا كل مره بقول لازم الزيت يبقى نظيف عشان يبقى طعمه حلو. ما ينفعش انك انت تعملي الكبده بسمنه، السمنه هتضيع ريحه الكبده خالص معاكي. اول حاجه كده بحته من القلب وحته من الكلاوي في الاول وحته من الدهن، عشان دول بياخدوا وقت اكتر من الكبده. يعني تحس ان لحمة القلب كده والكلاوي تحس ان هم ياخدوا وقت كتير على النار. حطيتهم كده وشوحتهم لحد ما حسيت ان الدهنة بتاعتنا طلعت الدهون اللي فيها، والكلاوي بتاعتي اتشوحت خالص. نزلت بالكبدة بتاعتي. الكبدة طبعا ما يفضلش انك انت تغسليها بعد ما تقطعيها، انا كنت غسلها قبل ما اقطعها. ينفع تعمليها بالكبد والجوانص، تعمليها برضو بالكبدة المستوردة. هتقلبي الكبدة كويس خالص في الخلطة اللي احنا حطيناها دي لحد ما تستوي. هتعرفيها ازاي استوت؟ انك انت بالمعلقه كده وتبدا تقطعيها تلاقيها تتقطع معاكي بسهوله. خلاص كده الكبده بتاعتنا استوت. هتنزلي بباقي الحاجات اللي احنا عاملينها. كنت مجهزه طبعا البصل مقطعه على شكل جوانح زي ما انتم شايفين. انا مش عايزه البصل بتاعنا يعني ياخد لون اسود، يعني هتقلبيه لحد ما ياخد لون احمر خفيف. مش عايزينه يتشوح خالص عشان يبقى طعم البصل باين في الكبده. طبعا وتراعي انك انت تقلبي على طول فيه عشان الكبده بتاعتي حريقش منك او تمسك في الطاسه. قلبت الكبده كويس لحد ما البصل بتاعي خلاص خد لون يعني احمر بسيط. كنت مجهزه الفلفل مقطعاه بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، ما تقطعش قطع صغيره عشان ما يتوهش معاكي في الكبده. احنا عايزين طعم الفلفل يكون باين في الكبده، ومش عايزينه برضو يبقى يستوي استوى كامل. يعني يا دوب ياخد معاكي دقيقه واحده بس وتروحي طافيه عليه. وقبل ما تطفي عليه هتحطي معلقه من هريسه الشطه. هريسه الشطه دي هتدي طعم للكبده رهيب. الله على الريحه بصراحه تحفة. جرب الطريقة دي، طريقتي في الكبدة ان شاء الله هتعتمديها دايما. معاكي فينو او عيش بلدي او عيش شمسي، هتبدأي تحشي للاولاد الكبدة القمر دي. الله على الريحة بجد. وكده خلاص فيديو الكبدة يكون خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك.